انا لقيت الفيديو ده. سيدنا الامام الشافعي فقير، فبيسمع من الامام مالك وبيعمل كده من ريقه وبيكتب على الهوا. فظن الامام مالك ان الشافعي يهزأ به، قال له يا شافعي انت كنت بتعمل ايه؟ قال له انا راجل فقير بكتب على الهواء. قال له طب اقرا اللي انت كتبته. فجعل الشافعي يقرا ويقلب صفحات الهواء. دي كرامه من ربنا اداها لمين؟ ياه، الحاجات دي على فكره كانت بتيجي قبل كده في الافلام الابيض واسود. كان في مستشفى المجانين الناس بيعملوا حاجات زي دي كده. زي النكته اللي بيقول ايه، مره ناس في مستشفى المجانين، واحد دخل المستشفى لقى واحد قاعد مع نفسه كده وفي حاله، وفي ناس تانية متجمعة عند حيطة. الحيطة دي مرسوم عليها باب وعمالين بيتخانقوا مع بعض. فالدكتور اللي دخل ده دخل للمريض اللي قاعد مع نفسه ده وبيقول له هو في ايه هناك؟ قال له شايف المجانين بيتخانقوا على اللي يخش من الباب. قال له طب انت مش معاهم ليه؟ قال له اصل انا اللي معايا المفتاح. ايه القصص دي؟ ايه كرامات ايه؟ ده كرامات في اللي. اه، مش انت بتاع الحديث بتاع قبض روح الرسول وما كانش حد واقف ومش عارفين مين اللي نقل الحديث؟ ماشي ناخد من ده كتير.